أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التطعيمات، وليه الناس ساعات بتكون مترددة إن هي تاخدها رغم إن التطعيمات فعلا من أكتر الطرق فعالية للوقاية من الأمراض. رضوى، ممكن تكلمينا شوية عن الموضوع ده؟ تمام. هو دلوقتي بالنسبة للنجاح بتاع التطعيمات وكونها إن هي من أكتر الطرق والإجراءات الصحية الفعالة في الوقاية من الأمراض، إحنا ممكن نتكلم على نجاح التطعيمات. يعني هو منظمة الصحة العالمية بتقدر إنه تطعيمات الأطفال بتاخدها، الجداول بتاعت التطعيمات دي بتمنع من حوالي 4 ل5 مليون وفاة سنويا حوالين العالم. وإن إحنا لو كملنا إن إحنا نطعم الأطفال ما بين سنة 2021 ل 2030، ده ممكن يمنع 51 مليون وفيات حوالين العالم. لو خدنا مثال اللي هو شلل الأطفال، فيروس شلل الأطفال ده في القرن ال19 والقرن ال20 كان يعتبر من أكتر الأمراض اللي الناس بتخاف منها أو أكترها على الإطلاق. يعني كان يعتبر كده زي الطاعون مثلا، جاله شلل الأطفال ده حاجة مشكلة كبيرة. كان بيتقدر إن هو بيموت أو يصيب بالشلل لحوالي 500,000 شخص سنويا. الحمد لله بسبب التطعيمات اللي اكتشفوها في منتصف القرن العشرين وطوروها، مصر مثلا بقت خالية من شلل الأطفال سنة 2006، وآخر حالة شلل الأطفال كانت اتوثقت في 2004، وقعدنا فترة كبيرة الحمد لله ما فيش حالات شلل الأطفال. ده بالنسبة لشلل الأطفال. بالنسبة للكورونا، التطعيم كورونا اللي طلع للناس ده أنقذ حياة حوالي 20 مليون شخص في أول سنة بس. يعني من ساعة ما التطعيمات طلعت للناس، من أول تطعيم ما طلع لغاية نحسب سنة بعدها، في 20 مليون شخص كانوا ممكن يموتوا بسبب الكورونا، والتطعيم هو اللي أنقذهم. فبالتالي التطعيمات يعني بيعتبرها العلماء إن هي من أكتر الإجراءات الصحية اللي زي بتجيب تمنها يعني بعد المية النظيفة. فلو احنا عايزين ننقذ الناس يعني إنفاق قليل جدا، ممكن إن احنا أول حاجة نوفر مية نظيفة، وتاني حاجة نوفر تطعيمات للشعوب. طيب، يعني دي قصص نجاح ممتازة بتوري قد إيه التطعيمات فعلا بتحمي من الإصابة بالمرض، أو لو الشخص أصيب بالمرض بتقلل من الأعراض بتاعة المرض اللي بتظهر على الإنسان. طب يا ترى بقى ليه دلوقتي بدأ ينتشر كده موجة من رفض الناس للتطعيمات في العموم؟ يعني سواء تطعيمات الكورونا زي كلنا شايفين حوالينا، أو حتى التطعيمات العادية اللي كانوا الناس والأطفال بياخدوها. هل التطعيمات هي ضحية لنجاحاتها؟ يعني عشان الناس يمكن ما بقوش يشوفوا حواليهم ناس عندهم شلل أطفال أو ناس عندهم حصبة، فنسيوا قد إيه الأمراض دي خطر وقد إيه إحنا المفروض نحاول ناخد إجراءات علشان نحمي نفسنا منها؟ بالظبط يا رضوى، زي ما انت قلتي بالظبط، هو فعلا ضحية النجاح بتاعه. لو احنا تخيلنا واحدة مثلا شايفة ابن جارتها عنده شلل أطفال، وبنت جارها عندها سعال ديكي، هي ممكن هتخاف وهتبقى عايزة تطعم ولادها يعني ضد كل الأمراض دي عشان ما يجيلهمش نفس الأمراض دي. بس لأن احنا بقالنا فترة كبيرة كتير من الأمراض دي ما بنشوفهاش بسبب التطعيمات وبسبب نجاح التطعيمات، فده خلى الناس تنسى يعني. وبالتالي بتقول يعني احنا ايه لازمته او ناخده ليه. انا ممكن اديكي خلفيه كده او يعني التاريخ بتاع رفض الناس للتطعيمات. في واحد اسمه ادوارد جينر عمل اول تطعيم في العالم اللي هو ضد مرض الجدري. لما هو بدأ يطعم الناس ضد الجدري، ناس كتير في الوقت ده بدأت ان هي برضو تبقى متردده ان هي تاخد التطعيم بتاعه ده، او ان هي تتقبل الحاجه اللي هو بيعملها. يعني رفض الناس للتطعيمات يعتبر حاجة قديمة من بداية ما التطعيمات طلعت، والناس هي برضو بترفض التطعيمات. بس يعني في الآخر الناس بدأت تتقبل وتشوف قد إيه إن ده بيحمي ولادها، وبدأوا يتقبلوا التطعيمات شوية. بس كان في حدثين حصلوا في القرن اللي فات هم اللي بدأوا يغيروا من تفكير الشعب وتفكير الناس والرأي العام. سنة 82 طلع فيلم وثائقي عن التطعيم الثلاثي اللي هو ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. الفيلم الوثائقي ده وطلع كتاب برضو غير الفيلم الوثائقي، بس هو
شوه الحقائق العلمية والنتائج بتاعة الأبحاث عن التطعيم، رغم إن التطعيم كان بقاله 20 سنة الناس بتستخدمه وما كانش فيه مشكلة منه، إلا إنه الفيلم الوثائقي زعم إنه التطعيم ده بيعمل تشنجات في الأطفال وبيعمل تدمير دايم لخلايا المخ. والحاجات دي يعني مش مظبوطة، يعني رغم إنه التشنجات ممكن تكون عرض بيحصل نادر جدا جدا للتطعيم، بس مفيش حاجة بتستمر ومفيش حاجة بتقعد مدة طويلة أو يحصل تدمير دايم أو حاجة زي كده. لكن اللي حصل بقى، التدمير اللي حصل فعلا، هو إنه تقبل الناس للتطعيمات قل من 81% ل 31%، ونتيجة كده حصل إنه ناس كتير جالها مرض السعال الديكي، وده حط حمل كبير على النظام الصحي في المملكة المتحدة في بريطانيا. ده كان أول حدث. سنة 98 في واحد اسمه أندرو ويكفيلد. الراجل ده نشر بحث مزور، بحث فيه تزوير للحقائق. للأسف الشديد إن هو قدر ينشره في مجلة مشهورة جدا ليها برستيج يعني، وليها الناس كلها بتتمنى تنشر فيها، هي اسمها لانست. الراجل ده ضحك على الناس وزور في الحقائق وقال إن تطعيم الغدة النخامية والحصبة الألماني مرتبط بمرض التوحد عند الأطفال، إن هو بيعمل مشاكل في القولون يعني، وبعد كده يعمل توحد. يعني اكتشفوا بعد كده عن طريق تحقيق موسع إنه الراجل ده كان بيضحك على الناس، وإن هو كان البحث بتاعه بياخد فلوس من محامين ليهم مصلحة إن هم يرفعوا قضايا ضد شركات التطعيمات، الشركات اللي بتطلع اللقاحات عشان تاخد منها فلوس تعويضات. دول الحدثين مهمين، بس المشكلة إن كل واحد فيهم، رغم انه احنا عارفين دلوقتي ان يعني الحقائق كانت مشوهة، وان كان في تزوير، وكان في مشاكل في الحدثين دول، الا انه عدد كبير من الناس بقى خلاص مش بيثق في اللقاحات، وبدأ ان هو يتراجع عن ان هو يطعم ولاده. زود على كده بقى موضوع المواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وكمية الناس اللي بتنشر رسائل مش مظبوطة عن التطعيمات، لدرجة إنه اتقدر إنه من كل المشاكل والحاجات اللي مش مظبوطة اللي الناس بتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في 43% منها بيتكلم عن التطعيمات واللقاحات. فده طبعا نسبة كبيرة من، يعني تخيلوا كل الحاجات الغلط اللي بنشوفها، أكتر معلومات غلط دايما بتكون مرتبطة باللقاحات. فده التاريخ يعني اللي بيورينا احنا وصلنا اللي احنا فيه ده فين، وانه اصلا الناس طول عمرها كانت يعني عادي بتطعم ولادها وتطعم مفيش مشكله، بس في حاجات كده حصلت خلت الناس بقى ما عندهاش ثقه وخايفه من اللقاحات. أنا فاكرة فعلا الدكتور دوت أندرو ويكفيلد اللي كنتي بتحكي عليه من شوية، لأن كان في بعض العلماء بعد ما البحث بتاعه اتنشر حاولوا إن هم يطلعوا نفس النتائج دي، ولقوا إن النتائج دي هم مش قادرين يطلعوها، إن هو فعلا زور في النتائج بتاعته واتعمل له محاكمة قضائية اسمه اتشطب من السجل الطبي في انجلترا بسبب الكلام الغلط اللي هو نشره. بس للأسف ناس كتيرة سمعت الكلام دوت، وفعلا من 7 8 سنين كده في ديزني لاند، يمكن مدينة ملاهية موجودة في أمريكا، انتشر مرض الحصبة ما بين الأطفال اللي راحت زارت الملاهي، لأن نسبة مش قليلة منهم ما كانوش أخدوا التطعيم. فهل إن الناس فعلا مترددة وما بقتش تاخد التطعيم ده أثر؟ يعني لو ممكن تذكر لنا كده بعض الأمثلة إزاي ده ممكن يكون زود من انتشار الأمراض حاليا؟ بالظبط، هو زي ما انت حكيتي بالظبط، احنا بدأنا ان احنا نرجع نشوف تاني امراض كانت خلاص ما بقيناش نسمع عنها، زي الحصبة الألماني وشلل الأطفال، بدأت ترجع تنتشر تاني بسبب ان الناس كتير ما بقتش بتطعم. الناس متخيلة ان هي يعني ايه المشكلة ما دام المرض مش موجود، ان احنا خلاص مش محتاجين نطعم منه. بس لا، لانه اول ما المناعة بتاعت الناس بتقل، بيبدأ بقى المرض ينتشر تاني، ويرجع تاني نشوف زي كأن احنا في القرن العشرين وكأن ما عندناش تطعيمات يعني. فدي مشكلة كبيرة فعلا إن إحنا عمالين نشوف زيادة في الأمراض دي. طب تنصحي الناس بإيه يا رضوى؟ أول حاجة إن إحنا نفكر في تأثير المرض، يعني رغم إن معظم الأمراض دي إحنا بنقاش بنشوفها كتير زي شلل الأطفال، بس نفتكر إن دي مش أمراض قليلة، إنها ممكن تسبب الوفاة، وإنها ممكن تعمل عاهة للشخص ده أو يعيش بمشكلة زي الشلل. ونفكر في تأثير التطعيم، هل إحنا فعلا خايفين من التطعيم لدرجة نقول إن التطعيم مشاكله قد مشاكل المرض نفسه؟ دي حاجة مستحيلة، إن الأمراض دي بتبقى أمراض فعلا صعبة جدا.
بعد كده ناخد بالنا من الرسائل اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. الدنيا مش أبيض وأسود، معظم الرسائل دي بتقعد تقول حاجات: التطعيم بيسبب الوفاة، التطعيم فيه مادة سامة. الكلام اللي هو أبيض وأسود ده معمول عشان يخوف الناس، ومتلاقيش العلماء يتكلموا بالشكل ده أبدا. دايما العلماء بيتكلموا بشكل مسؤول، ويتكلموا بالأرقام، ويتكلموا بالحقائق. فإحنا ناخد بالنا من الرسائل اللي بتتكلم بالشكل الأبيض والأسود ده. ولما نعوز نشارك حاجة نشارك بمسؤولية، يعني ما نقعدش كل حاجة تجيلنا نروح باعتينها للناس التانية. على الأقل خالص لو إحنا مش عارفين المعلومة أو مش متأكدين منها نقول إحنا مش عارفين ونوقفها عندنا، وما ننشرش. مش لازم إن إحنا ندافع عن التطعيمات لو إحنا مش مقتنعين، بس كمان مش لازم إن إحنا ننشر حاجة وإحنا مش متأكدين من صحتها. زي ما شفنا إنه إشاعة واحدة بس أو معلومة واحدة فيها تزوير ممكن بسهولة جدا تدمر سنوات من مجهود العلماء ومن الأبحاث ومن قصص النجاح بتاعة التطعيم، ونرجع تاني للوقت اللي كان عدد كبير من الناس بيموتوا، كبير من الناس بيجيلها أمراض مزمنة وأمراض بتعملها مشاكل تعيش بيها طول حياتها. كلام مظبوط جدا. يعني خلينا نلخص مع بعض كده، احنا لما تجيلنا معلومة عن التطعيم لو احنا مش متأكدين منها، يا اما نسأل ناس متخصصين، يا اما ندور على المصدر بتاع المعلومة. هل في بحث علمي؟ هل في مؤتمر المعلومة دي اتنشرت فيه؟ ما ينفعش حد يطلع يقول كلام ومن غير ما يبقى فيه وراه مصدر علمي موثوق فيه. وزي ما احنا شفنا ورضوى حكت لنا دلوقتي، لغاية النهاردة التطعيمات هي منها أدت لقصص كتير جدا من النجاح. هي منعت كتير من الوفيات حوالين العالم، وقللت من أعراض الأمراض للناس اللي اتصابت. وللأسف دلوقتي لأن في بعض الناس بترفض التطعيمات بدأت الأمراض دي ترجع تاني. فاحنا دورنا وواجبنا إن احنا نحمي نفسنا ونحمي أولادنا، نشوف المعلومة فين الصح وهي دي اللي نتبعها. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.